السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كنافة بأشكال مختلفة وبطريقة مختلفة. أول حاجة هنحتاجها مع بعض نص كيلو من الكنافة، بس تكون كنافة طرح أو كنافة اللي هي الشعر طويلة يعني. متحطش في الفريزر، أول ما تيجي تعمليها على طول. أول حاجة تعمليها صينية مدهونة من السمنة، وبعد كده تجيبي بقى الكنافة بتاعتك تعمليها يعني دايرة كده متفرغة في النص زي ما انت شايفاه كده بالظبط. بحاول اوضحها لك في الصورة ان انت تمسكي شعر طويلة كده وتلفيها على بعضها كده داير ما يدور، بس تسيبي الفراغ في النص او تعمليها بصباعك كده، يعني حاولي يعني تلفيها حوالين صباعك كده. دي اول طريقة هنعملها. تاني طريقة هنعملها اللي هي السيجار او اللي هي الكنافة الملفوفة يعني او السادة يعني. اول حاجة هتحتاجيها عصاية الشيش طاووق، وبعدين تلفيها عليها كده تبرميها عليها. انا بحاول اوضحها لك يعني في الصورة بعملها بايد واحدة عشان تحاولي تشوفيها. حاولي تلفيها عليها كده وتكبسيها بايدك، عايزاها يعني ايه عشان ما تفكش منك. يعني حاولي ان انتي اما تيجي تلفيها او تبرميها حاولي تتكي عليها بصوابعك جامد. بحاول اوضحها لك تاني اهيت، اكنك بتلفي محشي كده بالظبط. مش عايزينها تخينة قوي، طبعا الصوابع دي بتبقى مقرمشة يعني، هي مش محشية حاجة، هي تطلع على الشربات على طول. حاولي تسويها ما تطلعيش منها شعر يعني زيادة عشان خاطر بس ما تحرقش منك. كاني بظبط الاولانية خالص، بظبطها بظبط شكلها. حاولي ان انت تفرغي يعني من النص، وديت حاولي ترفعيها قوي. ده بالنسبة لاول شكلين. طبعا حاولي ان الحاجات الطويلة ديت ما تقصقصيها تظبطيها عشان خاطر بس ايه ما تتحرقش منك يعني. هحاول اوضح لك تاني اخر مره. دي اللي هي اسمها السيجار، تحاولي تظبطيها من الطراطيف كده وتكبسيها بايدك، والتانية تلفيها حوالين نفسها كده. تجيبي طبعا الكنافه بتاعتك لو ناشفه حاولي تجيبي البخاخ الميه ترشي الاول. انا كان الكنافه بتاعتي كانت طريه يعني. لو انت الكنافه بتاعتك جايه كانت هي مش بتلف كده، حاولي ان انت بخاخ الميه بتاع الهدوم دي بتاعه المكوى، او حتى بالفرشه كده مبلوله كده تسقسقي عليها حاجه خفيفه خفيفه خالص هتلف معاكي بسهوله. تكوني مسيحه سمنه يعني تحاولي كده تبليهم كده بالسمنه. طبعا هي الكنافه بتحب السمنه جدا، فحاولي تزودي سمنه شويه. يكون افضل طبعا لو سمنه بلدي، بتدي طعم جميل جدا. طبعا الفترة دي تكوني مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. على الشبكة تحطيها لحد ما تستوي. طبعا تاخد لون من تحت تشغلي الشواية بقى عليها من فوق. الطريقة التالتة بقى اللي هي صينية الكب كيك. هتجيبيها بقى، تجيبي الكنافة بتاعتك عادي خالص، حتى لو دي بقى مفرزة من فريزر مش مشكلة. تعمليها كده بايدك او بالكبة حسب، تقطعيها كده على صغير. وطبعا تدهين الصينيه بتاعتك بالسمنه كويس جدا، تبطنيها بالسمنه. وبعدين بقى تجيبي الكنافه تقطعيها كويس جدا زي ما انت شايفاه، وتحطي معلقه من السكر. طبعا لو سكر بودره او سكر عادي مفيش مشكله. طبعا لو سكر بودره افضل يعني. يعني شويه كده من الزيت، بق زيت كده. الزيت ده بيخليها تقرمش، تبقى شكلها طعمها جميل جدا. وشويه بقى من السمنه. تمام. انا اهم حاجه بالنسبه لي تعرفي ان مقدار السمنه والزيت كويسين ازاي، تحسي ان ايدك كده اتبلت خلاص من السمنه ومن الزيت. انا حاولت اوريهم لك يعني. هتيجي بقى تبطني بقى الكنافه بتاعتك في الصينيه. تحطي طبقه كده كويسه من تحت، ما تبقاش سميكه قوي ما تبقاش رفيعه قوي عشان ما تتحرقش. هتحطي طبقه كده، وباي بقى كوبايه يعني او اي حاجه تدخل جوه الصينيه بتاعتك، تكبسي كويس جدا. وطبعا برضو تحاولي تدخلي كل اللي طالع ده منك تدخليه وتسويه كده. وطبعا انت بقى بعديها تظبطي بقى ايه الكنافه بايدك كده، حاولي تجسي الموضوع بايدك كده تشوفيه حته طالعه حته نازله، حته عايزه كنافه، حته مظبوطه كده يعني. حاولي تسويها كده بصوابعك بقى تشوفيها ايه محتاجه ايه. بعد كده تكوني مجهزه الحشوه بتاعتك. انا الحشوه بتاعتي عباره عن سوداني وجوز الهند. انتي لو حابه سوداني بس حابه تحطي قرفه، في ناس بتحط كمان قرفه. وناس بتحط مكسرات زي ما تحبي يعني. وبعد كده تحطي بقى الطبقه التانية بتاعتك. طبعا زي ما قلت لك ما تحبي برضو ما تحاوليش تدخنيها قوي، تحاولي تظبطي كده المقدار تبقى كويسه يعني.
وانتي بقى بايدك كده تظبطي ايه الشكل من فوق. وبرده بنفس الكوباية او باي حاجة اللي يدخل عندك في الصينية يعني. وحاولي برضو تكبسيها قوي كده عشان خاطر لما تطلع ما تفرولش منك من في الصينية. هتدخليها برضو في الفرن على درجة حرارة 200 في الفرن في الطرف اللي في الوسط. اول ما تطلع بقى تسقيها بشربات بارد تقيل. ايه طبعا طريقة الشربات موجودة على الصفحة بتاعتي. ما تكتريش شربات قوي يعني عشان ما تبقاش تقيله معاكي ومسكره قوي. إيه متنسوش ان انتوا حاطين سكر طبعا في عجينه الكنافه نفسها في الاول. إيه طبعا الصينيه التانية برضو نفس الموضوع، تعملي نفس الموضوع. حاجه في منتهى الجمال، حاجه تتاكل في قطمه كده تحفه. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب.